ليش عايز تبقى حلاق؟ هل انت عايز تبقى حلاق عشان تبقى مشهور زي فلان، ولا عايز تبقى حلاق عشان الحلاقه ده فيه قروش، ولا عايز تبقى حلاق عشان فلان قد يحلق، ولا عايز تبقى حلاق عشان الناس دي يقول لك ابقى حلاق ولا بتاع الحلاقه ده فيه؟ اسمي بالكامل محمد علي حسن يعقوب، من ولاية الجزيرة، من مواليد المناقل، قرية سيابة، ونشأت اترعرعت في قرية داود خليل محلية الحاج عبد الله جنوب الجزيرة قرب مدني. غادرت السودان من 2016 ويحول نفس ظروف الناس تعاني وتسافر. وصلت بريطانيا يحول من 2016 شهر 6. والله الحلاقة دي برنامج طويل، يعني قصة حياتي كله. يعني أنا بديت الحلاقة كان عمري 11 سنة، والحلاقة دي كجفت، يعني زي بيقول عليه بالإنجليزي كجفت. يعني أنا حاجة قمت لقيت في نفسي، لا مشيت للشخص اللي تعلمتها، لا مش بعريت زور اللي أتعلم منه، لا مشيت لكورسي، لا مشيت لصالون، بس قمت حبيت الحلاقة. وهو الحلاقة كان حلقتها لنفسي أنا، وبعده خلاص بقيت بحلق لأصحابي. بحلق التاني وقول له هو أحلقنا أنا برضه، أحلقنا أنا، المهم نحن زي 6-7 نفر. خلاص منه أنا بحلق ده بحلق ده، خلاص في النهاية هم نشروا الحلاقة. يعني بمشوا من حلقك حلقني محمد، حلق من حلقني محمد، الناس بقت تجي. وكنت أنا بحلق يعني شيء أنا بستمتع فوقه. أنت لو وصل عندك طموح أن تحقق، وعندك حلم وعندك هدف أن تحقق، التحديات اللي بواجهك إلا عدم إصرارك أنت. أنا طبعا لما جيت هنا بصراحة كان ما طموحي أواصل في الحلاقة، كان طموحي أقرأ، يعني كان بحب الطب بالذات الأسنان. لكن على حسب ما لما جيت واجهتني يهو ما قدرت، واجهتني المشاكل اللي بتحصل للناس اللي بيجي في إيطاليا بيبصموك وتيجي تنتظر البصمة بتاخد معاك يعني زمن. هو انتظار كان 2 ولا 3 شهور عشان البصمة يزيلوها من إيطاليا عشان نقدر أمشي في السيستم هنا. وحبيت كان أقرأ، لكن المدينة اللي وزاني فيها كانت شوية بتاعت ناس عنصريين، ومدينة صغيرة كانت، يقول لها بنزل وما قدرت أقرأ. لما كنت عندي الحلم وما وقفت، كنت بمشي بجيب كتب جرايد بقرا، يعني كل يوم بحفظ 10 كلمات 5 كلمات، بطلع برا بتمشي في الحديقة مع الناس الكبار وتونس بهم لغاية ما ولد فوكابلري منه، بعرف بتكلم بحنك وكده. خلاص منه طوالي قلت يا أخي أنا ما أستمر في برنامج الحلاقة، لأنه للآن أنا ما في أي خبر عن الإقامة. طوالي اشتريت مكاناتي، والله كان أخذت من الليدل بسيطة كلها ب 15 باوند كده. يلا بسافر بمشي من المدن اللي فيه سودانيين بحلق، لأن أنا ما بعرف أي جنس السودانيين. بيجي مثلا ديربي، جيت ديربي في الكوميونتي مقهوة، أنا حلاق وده شغال، عندي صور كده يعني حلقت شهوة معي في المدينة. انا حلاق وده صور، ممكن احلق حلاقه ببلاش ساعه كده، بس ما ادري ايه يعني طموح كده داير احلق ببلاش. تشوف شغلي كيف جدا. شباب كلهم شباب كانوا كويسين لطيفين، انا حلقتهم كده وبيجوا بدوني قروش يعني مثل المواصلات اتجاه جاي. انا بحلق 4-5 بمشي مدينه تاني، او كنت بمشي برادفورد، هاليفاكس، بمشي ليدز، بمشي شيفيلد، بمشي دونكاستر، بمشي هدرسفيلد، بمشي برمنغهام، بمشي نوتنغهام. يلا حبه حبه الناس بقت تدفع لي، الناس بقت تتصل علي اذا الحلاق تشيل الرقم حقي، قال لي المره الجاي لو بقي لك كم نفر بنتصل عليك تجينا. انا زباين في دربت كثير، وكل ما اجي درب بقعد اسبوع اسبوعين 3 اسابيع حب حب، ولسه كنت منتظر الورق. لكن انا بحب الشغل يعني. من خلاص جيت اشتغلت في صالون مع واحد هنا، خلاص استمريت وقعدت معاه وعملت زي 1.5 سنة لغاية ما رد علي انا وقف لي البصمه. منه رسلت انترفيو تاني، انتظرت 9 شهور يعني رفيت. شد عملت المحكمة، انتظرت 3 شهور، يعني مهم جرى معي زي 2 و3 شهور. بعد خلاص استلمت الإقامة، استمريت اشتغلت هنا وحو.
انا اصلا ما كنت قاعد افتح صالون وما كنت افكر، كنت شغال مع زول الحمد لله كان شغل كويس، لكن حسب الاتفاقيه مرات بيكون في مشاكل بين العامل وسيد المكان وكده، وبيكون غير اتفاقيه خلاص. طبعا شنو انا قعدت ومهم استغريت وشفت حساباتي لقيته عندي رفض صالون لنفسي. طبعا فتشت الصالون كان هنا بس ما بعيد هنا بس، يعني نفس الشعر بس اكسله. فتحت الصالون كنت انا براي شغال والحمد لله زباين كتروا، وكنت بشتغل ساعات كتير، ومهم سالت من شباب سودانيين كانوا زي هم 5 نفر اصحاب، قلت له انا داير زول عنده هوايه في الحلاقه اعلمه يشتغل معي يساعدني. ود الطويل بقول لا ادم شغال معي، قال هو حلق في السودان لكن ما بروفيشنال. قلت له خلاص تمام، لو تعرف تتحكم في المكنه تعال بس. جو مهم وكان بيمشي الكونج 5 يوم تعال في البيكل، بس قاعد جنبي وبالعربي نتكلم عامل كده رقمي كده كده كده. في خلال 3 شهور زول بقى معلم، انا خليته مشي اجازه مده زي 2 3 جيت راجي. الزول ده عمل زباين، انا من جيت نقول له نكست يقول لي نو بي ويتنج ادم. يا سلام يا اخي انا والله انبسطت بسطه يعني. شفتها انا ما كنت قاعد جنبه، شال مسؤوليه الدكان، ما جيت لقيت منه اي خراب، ما لقيت منه اي غلط، وعمل زباينه وابو يجوني. عشان كده لما تكون زول عنده اصرار وطموح اي شيء بيتحقق مهم. ومنه فتحت الدكان الاول كان البيزنس ماشي كويس الحمد لله، وحبه بقينا 3 كراسي، بقينا 3 نفر، ثاني بقينا 4 كراسي، جبنا لنا برضه بيت مشط. لكن من جزء من الكورونا قال لنا دايرين المسافه ديستن، قفلنا الكرسي بتاعت المشاط وكنا شغالين. لما الزبائن بيقوا كتار المساحه ما بتشيلون، الناس تجي برا في الطريق ومطر وبري بتاع، انا قلت يا اخي لازم نفتش لي مكان كبير، لانه خلاص بزنسنا ما شاء الله كبير، زبايني كتروا. طبعا شفت بسأل في اللاين ده، لقيت يوم جاي يطلعوا، شفت بس بالقدر بس يوم جاي يطلعوا الحاجات من هنا بفان. سالت الزول معجل قال لي الدكان ده هنا خليناه ممكن تشيل رقم الله. لو تسال سالت قال لي جدا، لانه شايفيني اوريدي انا زول ملتزم ونجاح وبتاع، شافوني قال لي خلاص تعال ندوك. شد الدكان ده وصلحته وناي شيء، وعملت سيت اب وغيرت الديزاين كل شيء مور بروفيشنال، لانه شغل ماشي يطور. عملت يعني بروفيشنال شديد، وعملت 4 كراسي وجيت مهم فتحنا كنا شغالين انا وادم بس. يلا حبه مهم لقينا يعني الشغل ماشي كويس. انا زمان كان ما عندي طموح بكذب عليك، الناس بيقول لي شغلك ده بيحتاج تمشي لندن، عندك نظيفه ما شاء الله وكده، امشي لندن. لكن انا ما بحب المدينه الكبيره، ما بحب الازدحام، بحب المدينه الصغيره وكده. لكن شغلي بيتطلب. الخطوه الجاي بيكون في مانشستر، بعده برضه عندي طموح هفتح فرع في السعودية، لأنه شايف الليك هناك أداب سعودية بتفتح مجالات للأجانب. إلى ده إن شاء الله يمكن السنة الجاي، نهاية السنة الجاي همشي أقرأ برنامجهم كيف ده بزنس عشان أقدر أفتح فرع هناك. بعد ذاك منه لندن دي هو العاصمة. مثلا مشهور جاي من دولة تاني ما بيجي في ديربي، ما بيجي في مانشستر، بيجي في العاصمة. والفنان الجاي مثلا من أمريكا متابعيني، أكون في العاصمة يكون إيزي بيجيني أنا، لكن أكون أنا في مكان بعيد من العاصمة صعب إنه يجيني. وفعلا حصل. يعني مشهور من يوغندا فنان دق لي قال لي يا اخي، دق لي نفسي اليوم بالليل قال لي بكره دايرك تيجي تحرقني عشان دي الشو.